أعزائي مستمعي راديو هيفي اف ام، مرحبا بكم. أنا سيران أحمد، سأقدم لكم حلقة جديدة من الزاوية التكنولوجية. في هذه الحلقة سنتحدث عن هاتف آيفون. تطبيق لتسهيل التقاط سيلفي بالكاميرا الخلفية عبر آيفون. في معظم الأحيان يستخدم محبي التقاط صور سيلفي الكاميرا الأمامية لأجهزتهم من أجل الخروج بصورة جيدة ومناسبة، نظرا لكون الكاميرا الأمامية تتيح لهم إمكانية مشاهدة ما يقوم بالتقاطه مباشرة. ولكن يعيب هذه الصور أحيانا ضعف دقة الكاميرا الأمامية، لأن الكاميرا الخلفية دائما تكون هي صاحبة الدقة الأعلى والأفضل. ولكن يمكن لمستخدمي أجهزة آيفون الاستفادة من تطبيق سيلفي إكس الذي يقوم بمساعدتهم على التقاط صور سيلفي بالاعتماد على الكاميرا الخلفية ودون الحاجة لمشاهدة الشاشة، بحيث يقوم التطبيق بتوجيه المستخدم إلى الزاوية المناسبة من أجل التقاط الصورة عن طريق إخباره صوتيا بإزاحة الهاتف إلى اليمين واليسار والأعلى والأسفل. ويتم استخدام التطبيق بطريقة بسيطة، فقط يتم تشغيله ومن ثم توجيه الكاميرا الخلفية على وجه المستخدم، وعند الوصول إلى الزاوية الصحيحة يقوم التطبيق بالتقاط الصورة تلقائيا، وبعد ذلك يمكن للمستخدم تحرير هذه الصورة وضبط ألوانها وغير ذلك، ومن ثم حفظها ومشاركتها بسهولة. الموضوع الآخر هو عن سماعات الآيفون. يتفاجأ المستخدم عند معرفة أنه يوجد مهام متعددة لسماعات الآيفون قد تكون مفيدة للبعض. إليكم أهم تلك المهام. بمجرد الضغط على زر سماعة الرأس مرة واحدة في المنتصف أثناء إيصالها بالهاتف، سيتم تشغيل مقطع موسيقي من مشغل الموسيقى أو من أي تطبيق آخر متوافر على الهاتف. عند الضغط على زر سماعة الرأس مرة أخرى يتم إيقاف المقطع الموسيقي بشكل مؤقت لحين تشغيله مرة أخرى. الضغط مرتين متتاليتين على زر سماعة الرأس كاف لتشغيل الأغنية التالية مباشرة. الضغط 3 مرات متتالية على زر سماعة الرأس يعيد تشغيل الأغنية من البداية أو تشغيل الأغنية التي سبقتها مباشرة. الضغط مرتين على زر سماعة الرأس مع استمرار الضغط في آخر مرة يعمل على تقديم الأغنية للأمام لتخطي مقطع معين. الضغط 3 مرات متتالية على زر سماعة الرأس مع استمرار الضغط في آخر مرة يعمل على إعادة الأغنية للخلف للاستماع لمقطع سابق. عند تلقي مكالمة هاتفية اضغط على زر سماعة الرأس مرة واحدة لتلقي المكالمة والرد عليها. عند استقبال مكالمة أخرى اضغط على زر سماعة الرأس مرة واحدة للإجابة على المكالمة الثانية ووضع المكالمة الأولى في الانتظار. عند استقبال مكالمة أخرى اضغط على زر سماعة الرأس مرة واحدة للإجابة على المكالمة الثانية ووضع المكالمة الأولى في الانتظار. لتجاهل المكالمة الثانية نهائيا اضغط على زر سماعة الرأس واستمر في الضغط لثانيتين حتى تتجاهل المكالمة نهائيا. عند تلقي مكالمة هاتفية يمكن الضغط على زر سماعة الرأس مرتين لتحويلها إلى البريد الصوتي. لتشغيل تطبيق SIRI يجب على المستخدم الاستمرار في الضغط على زر سماعة الرأس إلى أن يتم فتح التطبيق بشكل تلقائي. يمكن فتح تطبيق الكاميرا والضغط على الزر المخصص للتحكم في الصوت لالتقاط الصور وحفظها على الهاتف.